عمرك خدت بالك إن في ناس كتير عمرهم ما بيظهروا على السوشيال ميديا؟ لا سيلفي ولا صور مناسبات ولا حتى خرجة واحدة. تحسهم كأنهم مش موجودين، العالم كله بيتكلم وهم ساكتين. بس خليني أقولك حاجة، السكوت ده مش ضعف، الناس دي دماغها شغالة بطريقة مختلفة، مش غامضين ولا منطويين ولا ضد المجتمع. هم بس اختاروا يعيشوا بعيد عن ضغط مين شاف وجاب كام لايك. الناس دي عندها نوع تاني من الثقة، ثقة مش محتاجة كاميرا ولا تصفيق ولا تأكيد من حد. بيعيشوا في سلام بعيد عن دوشة المقارنات. علم النفس بيقول إن اللي ما بيحبوش ينشروا نفسهم غالباً بيقدموا الخصوصية على الشهرة. مش فارق معاهم يبانوا، المهم يكونوا مرتاحين. هم مش بيهربوا من الناس، هم بس بيحموا مساحتهم النفسية. دماغهم هادية، عارفين هم مين وعارفين محتاجين إيه. مش مستنيين العالم يعترف بيهم عشان يحسوا بقيمتهم. الثقة عندهم جاية من جواهم، مش من لايك ولا كومنت. هم نفسهم مصدر الراحة اللي غيرهم بيدور عليه على إنستجرام. وفي سبب أعمق من كده كمان، الناس دي تفكيرها أهدى وأعمق، بيفكروا قبل ما يتكلموا وبيختاروا اللحظة الحقيقية عن إنهم يصوروها. مش بيعيشوا علشان الجمهور، بيعيشوا علشان نفسهم. بالنسبة ليهم مش كل لحظة حلوة لازم تتشاف، في لحظات قيمتها الحقيقية إنها تتعاش وبس. في دراسات بتقول إن الناس دي فاهمة اللعبة كويس، عارفين إن السوشيال ميديا ممكن تخلط بين الواقع والوهم. علشان كده بينسحبوا بهدوء، مش خوف لكن حفاظاً على نقاء إحساسهم بالحياة. فالمرة الجاية لما تلاحظ حد مش بينزل صور، ما تفتكروش حجول، يمكن هو أكثر توازناً مما تتخيل. يمكن هو اكتشف سر إحنا لسه بندور عليه، إنك مش محتاج تبان علشان تبقى موجود. ولو الكلام ده لمس حاجة جواك، افتكر دايماً إن الهدوء مش ضعف، واللي ما بينزلش نفسه مش غايب عن العالم، هو بس اختار يعيش براه. كان معاكم المنطلق.